السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ما هبدأ كلامي عن ماتش الأهلي وفاركو، مبروك محمد صلاح فخر العرب لتحقيق رقمين إنجازيين عالميين. بقى ثالث الهدافين التاريخيين بالتساوي مع أندي كول 187 هدف في البريمير ليج. لاعب عربي مصري أفريقي يبقى ثالث الهدافين، وان هو بيسجل للموسم العاشر على التوالي، ويبقى هو اول لعيب في الدوري الانجليزي لوحده بيسجل في المباراة الافتتاحية لمدة 10 مواسم متتالية. الله اكبر عليك يا صلاح، الله اكبر عليك يا صلاح. يعني النهاردة كان يوم جميل، يوم الحمد لله. يعني الاهلي كسب وليفربول كسب وصلاح سجل، وكانت ليلة. نبتدي بقى في ماتش فاركو والاهلي. الاهلي بادئ بتشكيله محترمه، بس انا برضو مصطفى شوبير انا عايز افهم. يا اسطى الكوره طالعه بره، ومحمد هاني انا عايز اسالك سؤال يا اسطى، هو انت بتعمل فينا كده ليه؟ يعني انت يوم ما تلعب ماتش حلو وتعمل 2 اسيست تطرد، وتطرد كمان عشان ماتش المحله اللي جاي. وطبعا الله يبارك له كريم فؤاد الجوكر هيلعب، يعني لعب مكانك باك رايت، وهتضطر تخلي كوكا يرجع يلعب باك ليفت، لان انت عندك فخري مش جاهز. انا بقول ان فخري ده ما كانش جاهز، وكان كريم الدبيس ما كانش ينفع يطلع اعاره. ما علينا، بس هي وجهات وقناعات ريبيرو. هنفضل يا عم نساندك. بس انا مش هقول لك ان فاركو الفرقه اللي نعمل عليها الغاغه، لان انا كشايف النادي الاهلي انت هتنزل تكسب فاركو، وكنت تنزل تكسب مودرن. بس هي ايه ان انت صعوبة البدايات. مش هقول لك بقى فرحة البدايات. طبعا انا شايف ان النهارده انت لعبت اليو ديانج، ودي كانت مهمة. اليو ديانج اداك في الملعب النهارده اكتر من احمد رضا. يعني ال 68 دقيقة اللي لعبهم، انا حاسس ان الملعب مقفول على الناس. انا حاسس ان الملعب رايح هناك. كلمة بس للسيد احمد زيزو، يا ابني والله العظيم ثلاثة، انا عرفت ليه الزملكاوية محروقين قوي فشخ ان انت جيت عندنا. لاعب فعلا يا جدعان. انا واحد من الناس بقول لا، الله اكبر يا زيزو، الله اكبر يا ابني، الله اكبر، الله اكبر بجد. انت عديت اداء غير طبيعي، لا بجد الله اكبر عليك. انت يا ابني انت جوهرة ثمينة دخلت تشكيلة النادي الاهلي بجد. يعني انا شايف ان انت يا زيزو، لا الله اكبر، بلاي ميكر تلعب 10، تلعب وينج، تلعب انسايد وينج، تلعب وينج باك، تلعب. الله اكبر عليك، يمين وشمال انت شغال. النهارده جونين عالميين يا زيزو، ايه الحلاوه دي؟ حاجه تانية والنبي، اقتنعت يا باشا عم ريبيرو بن شرقي؟ اللي كنا عمالين بنقول اللي انت طالعين في الصحافه، والله اعلم هل المواقع ده صح ولا لا، ان انت عايز تمشي بن شرقي. يا راجل ده بن شرقي النهارده كان فعاليته في الوينج الشمال اكتر من تريزيجيه. النهارده انا يمكن تريزيجيه ابتدى يفوق شويه، بس لا الله اكبر النهارده. يعني الدفاع طبعا اشرف داري، انا مش عارف يا اسطى، هو انت مالك يا اسطى؟ في ايه؟ في حاجه؟ انت زعلان مننا ولا حاجه؟ يعني انا مش هتكلم والله. الدفاع النهارده احنا لبسنا جون، يعني جون كوميدي. يعني احنا لبسنا النهارده جون كوميدي. محمد يا هاني، يعني الكرة طالعه بره، وانت يا عم مصطفى الشوبير سيبها يا اسطى، انت مش لازم تخش تحط ايدك فيها. بس احنا بس لما بنيجي نتكلم او اي حد يتكلم والناس اللي تقعد تدعم وشوبير وعمل بطولة افريقية وبتاع، بننسى اللي عملوا معانا الشناوي قبل كده. يا جماعة انا ما عنديش اعتراض، شوبير كويس كل حاجة، بس انت مشكلتك ان ابوك احمد شوبير في الاعلام، وانت بقى هتفضل موجود وتقعد نائر ونقير مع محمد الشناوي. هي دي يابا المشكلة. لكن انا النهاردة انا كل قد الفرقة كلها، يعني 9.5 من 10. لا 10 من 10. النص ده احنا نقصناه عشان الجون اللي دخل بغباء. جراديشار النهارده نازل، انا يا جماعه انا اقدر ابقى بديل واحط جوان. محمد شريف المخيف يا لطيف، الله اكبر عليك يا ابني. هي دي كورك، هو ده اللي هو الفينيشر اللي هو من نص كوره جون. جراديشار بينزل يطبق. يا جماعه انا حتى لو هلعب 10 دقايق هنزل اجيب جون، ومن اسيست محمد هاني من الملعب للملعب.
كرة انت لو شفتها انت من نص ملعب الاهلي، كرة اتعملت اسيست، جراديشار راح منه للجون، رقص الجون. اتمنى طبعا انت الجوله الجايه هتبقى مريح. اتمنى بقى ان انت بعد كده المحله، بعد كده في ماتش بقى اللي هو صعب بيراميدز. خلي بالك المحله اصعب، لان المحله على ملعبها يعني مؤذيه، غلسه. يعني اتمنى ان انت تعدي ماتش المحله ده، لان ده هيبقى بروفا مصغره لماتش بيراميدز. انا مش من النواه هوات ان انا ايه اقطع في الفرق التانية، لا خلي بالك، ما دام انت بتلعب دوري من حقك انك تعمل اي حاجه. طبعا لسه هنشوف ماتش الزمالك، ونشوف هل الزمالك زي المصري. طبعا المصري طبعا كسب، وبيراميدز كسب، وفي فرق طبعا اتعادلت. الكهرباء الاسماعيليه عملت النهارده مفاجاه واتعادلت مع بتروجيت بعد كانت مغلوبه، وحرس الحدود كسب البنك الاهلي. اتمنى ان الدوري السنه دي تبقى متعته عالميه. كابتن خالد الغندور، رساله اخيره ليك: بطل شغل التوليع والاحتكاك، وعايز اولع الدنيا عشان اجيب ريتش والكلام ده، واتقي الله، اتقي الله بجد. يعني انت وجميع معظم الاعلاميين الزملكاويين. خير ومبروك فوز النادي الاهلي، وكانت مباراه مهمه وثلاث نقاط مهمه. اتمنى يا جوزيه ريبيرو يعني ان الانتقاد بتاع الناس لما يوصل لك تاخده بحاجه ايجابيه. اتمنى والله. السلام عليكم.